مشاهدينا، ما زلنا نتابع معكم فعاليات ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال30، وجائزة أفضل ممثلة في هذه الدورة ذهبت إلى الفنانة الجزائرية أسماء شيخ، بطلة عرض نوستالجيا، العرض الفائز. أهلا وسهلا بيكي وألف مبروك. أهلا بيك، شكرا. قولي لي إيه إحساسك بعد الحصول على هذه الجائزة القيمة؟ والله إحساس كتير مليح أني يكون تتويج في مهرجان عريق مثل المهرجان الدولي للمسرح بالقاهرة. يعني كتير فرحانة. رغم ذلك نعزيو إخوتنا في تونس على طبعا. وفاة الفنان. طبعا. قولي لي، دي زيارتك الأولى للقاهرة؟ زيارتي الأولى للقاهرة. إيه انطباعك عنها؟ كتير عجبتني القاهرة، حضارة. يعني ايه اللي خلاكي تحرصي على المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؟ شايفة ايه اللي بيميز هذا المهرجان؟ مهرجان كتير عريق، يعني كل الفنانين مروا من خلال هذا المهرجان. يعني هذه بالنسبة لي جائزة كبيرة. لما بنقول انه مهرجان للمسرح التجريبي يمنح جائزة افضل ممثلة، فبالتأكيد ايضا هذه الممثلة فادائها شيء تجريبي، شيء مميز، شيء خارج أكيد. عن المألوف. أكيد. قولي لي ايه اللي تميز بيه ادائك واستحقيتي عنه هذه الجائزة؟ والله بكل صراحة يعني هذا التتويج نهديه بزاف للفريق تاعي، فريق مسرح النقطة. يعني أول اللي كان سبب في هذا الفوز هو البارتنير، يعني البارتنير تاعي فتحي مباركي، اللي كان سند ليا في هذه المسرحية. يعني كنا نخدموا ديو يعني ثنائي. هو اللي كان سند ليا، نشكره كتير ونهدي هو ايضا هذه الجائزة. عظيم. ونهدي كل فريق. برضو انا مصر اعرف ايه اللي خارج الصندوق في اداء أسماء شيخ. ايه اللي خارج الصندوق؟ ايه التجريبي في ادائك واستحقيتي عنه هذه الجائزة القيمة؟ هي امنا في الفكرة. الفكرة امنا فيها. يعني الفكرة مختلفة. ايه امنا في فكرة مسرحية نوستالجيا. هي اللي خلتنا يكون عندنا طموح باش نجيو مهرجان القاهرة، باش الحمد لله. اتفرجتي على باقي العروض المشاركة فيه؟ طبعا 18 عرض دخل المسابقة الرسمية. اتفرجتي عليهم؟ اتفرجت. ايه الإضافة اللي كسبتيها من مشاهدة هذه العروض؟ أكيد تتعلم من خلال تمثيلهم، تشوف الإخراج، تشوف كل شيء. يعني كل شيء جديد. هذا المهرجان اللي يميزه أنه كل شيء كان جديد، كل شيء بالنسبة لي. يعني تعلمت بزاف صوالح. ايه أكتر عرض عالق في ذهنك وهترجعي وانتي بتفكري فيه للجزائر؟ اليونان. العرض اليوناني. ايه اللي بيميزه؟ تمثيلهم كان حلو. أنا كممثلة نشوف التمثيل، يعني تمثيلهم كان حلو، كان مختلف. أنا سعيد جدا بوجودك في مصر الحقيقة. شكرا. وجميل إنه إحنا يعني مصر حريصة على تنظيم هذا المهرجان رغم الظروف الصعبة، وسعداء جدا بوجود هذا الكم الهائل من الفنانين العرب والأجانب. وألف مبروك مرة تانية على الجائزة. وقولي لي كلمة أخيرة بقى عايزة توجهيها لجمهورك في الجزائر. أول شيء نشكر فريق مسرحية نوستالجيا. أمنوا في الفكرة وأمنا. يعني نوستالجيا بدات من 0 دينار. يعني شغل كان ديفي. يعني كان تحدي بالنسبة لنا. أول شيء نشكر المخرج الأخضر المنصوري اللي كان يدعمنا، والمخرج تاعنا يعني هو المخرج مسرحية نوستالجيا. نشكر فتحي مباركي اللي كان رفيقي على الركح. ايضا مساعد المخرج عبد الله بهلول كان سند لنا، كان يتبعنا، كان نشكرهم كتير. مختار موفق اللي كان مصمم الإضاءة. يعني كل ساهموا في، بلا ما ننسى المسرح الوطني اللي كان أيضا ساهم في هذه التجربة. مسرح سعيدة أيضا.
ونشكر. شكرا. واحنا كمان بنشكرك على وجودك معانا، والف الف مبروك الفنانه اسماء شيخ، الفنانه الجزائريه الحاصله على جائزه افضل ممثله في مهرجان المسرح التجريبي هذا العام. شكرا جزيلا لك. شكرا. الف شكر.